نظرية منتشرة كتير جدا بين الستات هي نظرية الراجل اللي مرشوش عليه سكر. تلاقي الست من دي عايشة مع جوزها ومش طايقين بعض هما الاتنين، وطول الوقت حاسة ان هي مضغوطة وهي قرفانة وعايزة تتطلق، ومش دي الحياة اللي هي تتمناها ولا ده الراجل اللي هي تتمنى تعيش معاه. خلاص يعمل لها اللي هي عايزاه وفعلا يطلقها. اوبا، هنا بقى تبتدي المشاكل. اصل هو لما يطلقها هيحصل ايه يعني؟ ما هو اكيد عاوز حياة تانية وهيبتدي يدور على حياة تانية. نيجي بقى للمشكلة الكبيرة، ان هو فعلا يرتبط ببنت تانية ويبتدي حياة جديدة. تلاقي بقى هنا الدنيا قامت وما قعدتش، مشاكل السما. ايه ده؟ انتي هتاخديه؟ انا رميته، انتي عايزه ايه يا حبيبتي؟ ما انتي خلاص قلتي ان انتي مش عايزاه وسبتيه. لا انا اسيبه كده بس يفضل مرمي، ما حدش يوطي ياخده ابدا. يا ماما ليه؟ ما انتي هتستفادي وانا هستفاد. بعيد عنك خلاص، زي ما انتي كنتي عايزه وانا خلاص هستفاد، هاخده ليا. فين بقى ده؟ وين وين سيتويشن اهو. لا 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 لا، يفضل متعذب كده طول عمره ويفضل كده من غير ما حد يبص في وشه ابدا. طب ليه يا ماما؟ هو كده وخلاص. وتبتدي بقى تحس ان الراجل ده اتدلع عليه سكر فجأة. ايه ده؟ طب ما هي شافته فيه حاجة كويسة اهو، يبقى في حاجة انا ما شفتهاش. طيب ما رجعه تاني بقى ونشوف ايه هو اللي كان مخبيه بعيد عني ده. يا ماما ما خلاص، ما الدنيا باظت. لا اطلاقا، يا اما يعيش متعذب كده لوحده، يا اما لو واحدة تانية خدته يبقى لازم يرجع لي انا تاني بقى وهجيبه باي شكل من الاشكال. ونبتدي بقى ندخل في قصة وحكاية ورواية وخطط بقى علشان تجيب الراجل ده تاني. طيب مين الزبون بتاع القصة دي كلها بقى؟ ايوه، الزوجة التانية المسكينة اللي فجأة لقيت نفسها في مرمى نيران العدو اللي هي الزوجة الاولانية، وبتعمل كل حاجة تقدر عليها عشان تنكل بيها. طيب يا بنتي ليه ما نعيش كلنا في سلام؟ لا اطلاقا، امرر عيشتكم انتوا الاتنين. وتبتدي بقى الحرب النفسية اللي بتستخدم فيها الاولاد. يتصلوا بيه في اي وقت في اليوم وخصوصا في عز الليل، يعني يطلبوا طلبات خرافية بمبالغ خرافية. قال ايه؟ هي فاكرة ان هي كده بتقصقصه عشان الست التانية تزهق وتسيبه بقى وتجري بعيد، وقصص من دي كتير. والزوجة التانية تلاقي نفسها يا حرام مسكينة مش عارفة ايه اللي بيحصل حواليها. طب انا غلطت في ايه؟ انا كل اللي عملته ان انا اتجوزت. لا اتجوزتي؟ انتي مجنونه ولا ايه؟ انتي اثبتي لي ان انا فيا حاجه مش كويسه هو ما عرفش يعيش معاها. انتي بقى خلاص اللي هتيجي تصلحي له حياته ويعيش في سلام؟ اطلاقا مطلقا. لازم يرجع تاني شخص متعذب في الحياه، ويرجع تاني بائس ووحيد كده عشان انا اطمن واعيش مرتاحه. طيب هل لو حصل كده والزوج ده رجع لك تاني هتعيشوا مع بعض سعداء؟ لا اطلاقا، هنعيد تاني نفس السيركل وندخل في نفس المشاكل تاني. والنتيجة الحتمية هي برضو مش هتتغير، لان الطرف الاولاني اللي هو الزوجة ما بتحاولش تغير نفسها، هي بس دخلت في منافسة مع الزوجة التانية وحالفة ان هي اللي تجيب العلاقة دي الارض وتدوس عليها كده، وبعد كده تفوق بقى تحس بالانجاز الفظيع اللي هي حققته في حياتها وتمشي على جثث الابرياء. ده عادي جدا بالنسبة لها. ايه المشكلة؟ اثبتت لنفسي ان انا اقدر اجيبه، واثبتت لنفسي ان هو ما يقدرش يعيش من غيري، واثبتت لنفسي ان انا هنتصر. بقى مرشوش عليه سكر الراجل دلوقتي. انا بقى رشيت عليه سكر، بقى كويس، وكل البلاوي اللي كان بيعملها دي خلاص مش موجودة. لا هي موجودة بس انا برضو لازم اجيبه الارض. طيب ايه؟ ليه يا جماعة؟ ليه ما نعيش في سلام كده؟ يعني كل واحد ياخد حياته كده على جنب ويعيش فيها ويفنطها. انتي خلاص دورك انتهى، عيشي بقى لنفسك ولولادك وابتدي حياة تانية لو انتي عاوزة. وانت خلاص عيش بقى حياتك مع حد تاني. هو ايه المبرر ان اتنين يفضلوا عايشين مع بعض وهم كارهين بعض، كارهين حياتهم، كارهين الدنيا اللي هم فيها دي كلها؟ يعني اكيد مش لمصلحة حد، اكيد يعني. والانسان العاقل يفضل في حياته ويحاول ينجح فيها ايا كانت. الاتنين مع بعض، الاتنين افترقوا، كل واحد بقى ليه حياة، واحد منهم نجح يبقى عنده حياة والتاني لأ، كل واحد يشيل شيلته طالما ده كان اختياره من الاول. طيب هل انا ببرأ الرجاله يعني بقول ان هم ملايكه نازلين من السماء بجناحات؟ لا اطلاقا، هم اكيد فيهم نفس النوع ده اللي هو اول ما مراته او طليقته تبقى عاوزه ترتبط وتعيش حياه جديده يقف لها زي اللقمه في الزور كده ويهددها بالولاد برضو. بس الحقيقه خلينا منصفين، لما نشوف النسبه هنلاقي نسبة الستات اللي بتعمل كده أكتر بكتير من الرجالة، لأن الراجل مش في دماغه عادة، يعني بيكبر دماغه وبيرمي وراه، بيكمل وبيعيش حياة جديدة عادي خالص، ولا بيفرق معاه اللي كان عايشه قبل كده. يعني مش زينا بقى ما بيقعدش يفرق كده عشان يعمل قصص وحكايات ويوقع الدنيا في بعض. ده تخصص الستات بامتياز ما شاء الله علينا يعني. مش عايزين ننكر الحقيقة يا جماعة. يبقى خلي كل واحد في حاله وكل واحد يشيل شيلته علشان كلنا نعيش مبسوطين.